السلام عليكم ورحمة الله. شرعت البنوك الجزائرية في إطلاق عروض تمويلية تنافسية مغرية لاقتناء السيارات، وهذا وقد أعلن البنك الوطني الجزائري عن إطلاق صيغة تمويلية جديدة الأسبوع الفائت، موجهة للفلاحين تهدف إلى تمويل احتياجاتهم الموجهة للاستثمار أو استغلال من أجل تطوير الخدمات. جاء هذا على لسان المدير العام المساعد للبنك إبراهيم بوجليدة على هامش مراسم تدشين وكالة جديدة تابعة للبنك مخصصة للصريفة الإسلامية بالمرادية، موضحا أن من خلال هذه التمويلات المقترحة حاليا في الصيغة الكلاسيكية سيتم مرافقة الفلاحين في مشاريعهم الإنتاجية الزراعية والصناعات التحويلية، لافتا إلى أن البنك يقوم بدراسات حالية من أجل توفير نفس التمويلات بالصيغة الإسلامية. وبخصوص اقتناء السيارات، أفاد المسؤول بأن البنك يحضر لعروض خاصة بالصيغتين الإسلامية والكلاسيكية دعما لمساعي الدولة لتطوير الصناعة المحلية. من جهتها، أعلنت رئيس قسم الصريفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري أمينة عثمانية أنه بلغت قيمة تمويل البنك بصيغة الصريفة الإسلامية أكثر من 10 مليار دجاج إلى غاية مطلع ديسمبر الجاري. وأوضحت عثمانية أن قيمة التمويلات بصيغة الصرفية الإسلامية منذ إطلاقها في 4 أغسطس 2020 إلى غاية 11 ديسمبر 2023 فاقت 10 مليار في مختلف المنتجات المالية المقترحة، فيما بلغت الإيداع أكثر من 32 مليار دجاج مع تسجيل فتح أكثر من 56 ألف حساب في هذه الصيغة، مضيفة أن عدد منتجات الصريفة الإسلامية بالبنك ارتفعت من 9 سنة 2020 إلى 14 منتجا حاليا، مع التحضير لإطلاق منتجات جديدة بعضها يوجد في قيد الإصدار رخصة تسويقها من البنك الجزائري. وقام البنك الوطني الجزائري يوم الأربعاء بافتتاح وكالة جديدة مخصصة حصريا للصريفة الإسلامية على مستوى المرادية بالعاصمة، وذلك بحضور المدير العام المساعد إبراهيم بوجليدة وإطار من البنك. وعلاوة على ذلك تم إعطاؤه الإشارة للانطلاق في نفس اليوم ل 36 شبكة جديدة للصرفية الإسلامية على مستوى عدة وكالات تواجد في مختلف ولايات البلد، حيث توسعت بذلك شبكة البنك المخصصة للنشاط الصرفي الإسلامي لتشمل 11 وكالة بالإضافة إلى 104 شبكة، أي ما يعادل 115 نقطة بيع. حسب عثمانية التي أكدت في هذا الإطار أن المنحة التصاعدية الذي يعرفها الطلاب على هذا النوع من الصريفة تشجع البنك على الاستثمار في فتح وكالة مخصصة حصريا لهذا النشاط.